شوفي لا طلع لايف. السلام عليكم. هي لما نستناو شويه يطلعوا الناس باش نبداو نهضروا بصح، لانه انت راك مزروب ما عندكش الوقت، ما عندكش العرض ان شاء الله. ورانا في مشكل كبير تاع الاخ بنيه فيصل، الى راكم شايفين عليه. بنيه فيصل هو اللي فات معنا في البرنامج تاع شفت في قضيه الابتزاز، قضيه لابيوس اللي شراها ولقى روحه متابع بقضايا عديده في عده محاكم في الجزائر، بزاف محاكم وبزاف قضايا تاع ابتزاز. فيصل جا اليوم لانه عنده شراغد، وان شاء الله هذا الفيديو هذا اللايف ان شاء الله يوصل الى وزير العدل بدرجه اولى، يوصل الى محكمه بومرداس والى كل المحاكم اللي راهو متابع فيها السيد فيصل بالابتزاز. راكم عارفين انه القضيه تاعو كي هضرنا فيها في التلفزيون كاين بزاف تفاصيل ما نقدروش نهضروا فيها بلا ما نديروا احراج للشروق، بلا ما نديروا احراج للعداله، بلا ما نديروا احراج للناس اللي يكونوا يتفرجوا، لانه كاين تفاصيل ما قدرناش نقولهم في الحصه. قضيه الابتزاز تاع السيد بنيه فيصل، باش تكونوا عارفين، بناء على الحكم القضائي اللي راهو عندنا من محكمه عين دفله. هكا فيصل عين دفله داكور. عمليه الابتزاز كيفاش كانت تتم؟ علاش الابتزاز هذا معقد تاع السيد بنيه فيصل، وكان اي انسان كابابل يصرى له، كابابل يصرى ليا، كابابل يصرى لاي واحد هذا الابتزاز هذا كيفاش كان يتم؟ كانوا الناس تجيهم رساله من واحد الحساب في الواتساب، ناس دي جون زعما تجيه رساله، يبدا يهضر مع واحد المراه، هاد المراه تبدا دير عفايس عيانين، ومن بعد تحل لاكام بعد يبداو يديروا في اشياء راكم عارفين وشنو هي بلا ما ندخلوا في التفاصيل. ومن بعد واش يديروا؟ هذيك المراه اللي كانت تهضر معاهم في لاكام ودير سيغتان مانيير، تعاود تبعث لهم هذاك الفيديو تاع الانسان اللي يكون مشى معاه في الخط، كاين اللي نحى حوايجو، كاين اللي قال كلام، كاين اللي قال ديجا عيانين. واش دير هي لا كابتور الفوقانيه اللي كانت هي دير فيها الابتزاز؟ الراجل يلقى روحه بلي كان في اتصال مع راجل واحد اخر، واكو فاهمين الفيلم وشنو هو؟ ولا المراه تلقى روحها كانت في اتصال مع امراه واحده اخرى. ومن بعد واش يدير؟ هذاك الحساب تاع الواتساب اللي استدرج الناس باش يمارسوا معاه اتصال، يعني بلا اكو فاهمين واش يدير؟ يبدا يبعث لهم يقول لهم باللي لو كان ما تفرسوا ليش 300 اورو ولا 200 اورو ولا 400 اورو، هذا الفيديو المخل بالحياه نبعثوا لكاع فاميلتكم. وإفكتيفمون يعني هذا الشيء اللي صار دوك نحكيو عليه. من بعد هذاك الفيديو المخل بالحياه يبعثوا لكاع لا ليست دامي ولا الناس كاع اللي داروا جنب في اي تصويره باش تشوفوا الخطوره تاع المبتز هذا اللي راهو ضحيته السيد بنيه فيصل. كان يقول لكم فيصل ضحيه هذا المبتز، ماشي فيصل اللي كان يمارس في الابتزاز، فيصل هو اللي هذه التهمات الشكاوى تاع الابتزاز كامله راهم طاحوا على راس السيد بنيه فيصل كيما حكى في البرنامج. وشنو ما قدرناش ندخلوا في التفاصيل لانه كنتوا عارفوا شغل ما جاياش نبداو نهضروا هاد العفايس في التلفزيون. يعني كامل هذوك الشكاوى اللي فيهم فيديوهات مخله بالحياه، كاين ناس راحوا شكاو، كاين ناس شكاو، كاين ناس ما شكاوش، الله اعلم، بل كاين ناس انتحروا قتلوا روحهم من الفضيحه. هذاك السيد كان يبعث الفيديو لكاع لا ليست دامي يقول لهم باللي باغ اكزومبل شوفوا فلان زعما فلان اكو تعرفوا يعني الفضيحه. هذاك الكونت تاع الواتساب اللي كان يدير في الابتزاز للناس، هاو الحكم القضائي مبدئيا يبرئ سيد بنيه فيصل اللي راهو مازال متابع. مازالك متابع فيصل؟ مازال عندك شراء؟ مازال عندي في باتنا غدوه بومرداس. افونسي برك فيصل باش يسمع فيها الناس. عندي غدوه ان شاء الله في بومرداس في المجلس في الشراء غدوه ان شاء الله. وعندي ثاني في باتنا لو 29 ابريل، لو 29 ابريل الشهر الجاي ان شاء الله. وكامل قضايا ابتزاز نفس الواتساب اللي قاعد يهدد به الغاشي. داكور. فيصل كاين بالك ناس ما شافوش الحصه، انت لابيس قلت لي شريتها وبلاصيتها في المودم، هذا مكان يعني. وانا شريتها، انا كي شريتها بداو القضايا يجوني. عشت متابعه قضائيا في عده ولايات من الوطن. داكور. وانا ما عندي حتى دخل في هذه المواضيع. داكور. وشنو فيصل، احنا علاش قلت لكم هذا اللايف ان شاء الله يوصل لوزير العدل؟ لانه فيصل ممكن يدخل للحبس بشكل قاطع، وهو في هذه القضيه هو مظلوم والبراءه تاعو واضحه. مظلوم يعني دوك نقول لكم علاش مظلوم. احنا اكيد ما نعلقوش على احكام القضاء، ما نعترضوش على احكام القضاء لانه الوضع حساس، بصح السيد باين بلي مظلوم. السيد ما عندوش علاقه بالابتزاز اللي كان يتم. ودوك نقول لكم بالعقل علاش فيصل ماشي هو اللي كان يبتز في الناس، وفيصل ما يعرفش يخدم اصلا بهذه العفايس. اصلا فيصل انا كنت خدام في الدوله 16 سنه مكافحه الارهاب. كيف انا خدمت الدوله وندير هذا الصغير؟ فوالا
كاش من هذيك ما صراتش. هذه ما قلناهاش حنا ثاني في التلفزيون، انه فيصل كان في مكافحه الارهاب مده 16 سنه وهو يخدم 16 سنه وهو يضحي. مانيش نقول لكم لانه كان يخدم في الجيش ما يغلطش، بصح لو كان يغلط على الاقل يعرف كيفاش يغلط. يعني مسكين هو دوكا راهو هكاك عنده اولاد وما عنده حتى واحد يعني يوقف معاه، ما لقاش اي طريقه باش يقول للناس بلي انني بريء، انا شريت بيس برك راني لقيت روحي متابع. في محكمة عند دفلة لقاو مبدئيا السيد اللي كان يدير في الابتزاز. دوك نقول لكم السيد هذا واسمه يانيس، ما نمدوش لقب العائلي تاعو لانه عائلته ما عندهاش علاقه بالموضوع. السيد هذا واسمه يانيس. واش هو يقول في الحكم القضائي؟ كاين انسان تعرض للابتزاز من هذا السيد اللي فيصل راهو يخلص في الجرائم تاعو. هذا السيد واسمه يانيس من عند دفلة. هاو الحكم القضائي تاعو من البدايه. بصح الضحايا تاعو كانوا في الاسم المستعار اللي كان يهدر فيهم معاه واسمها سيليا سيمالي. هذا هو الحساب اللي كان يبتز في الناس، هو سيليا سيمالي. نفس الواتساب، نفس اسم الواتساب. شوفوا واش مكتوب في الحكم القضائي. هذا السيد اللي شكاب، هذا السيد يعني لتبين انه يانيس اللي شكاب هذا الحساب تاع سيليا سيمالي اللي شكاب به السيد هذا. واش يقول ذلك أنه تلقى رسالة قصد التعارف على أنها مغربية، وطلبت منه نقل المحادثة عبر تطبيق الواتساب. معناتها تبدأ تهضر معها في الفيسبوك على أساس أنها طفلة مروكية مغربية، ومن بعد تقول له أعطيني النيميرو تاع الواتساب باش نهضروا في الواتساب، سي بلو رابيد سي بلو براتيك اتسيتيرا. وسلمته رقمها الهاتفي فتواصل معها وطلبت منه فتح الكاميرا، فتفاجأ بامرأة تتحدث معه وهي عارية، وطلبت منه نزع ملابسه فقام بذلك وتواصل معها مدة 30 ثانية. بعد مدة قصيرة، أنا نحكي لكم هنا باش تفهموني، نحكي لكم على هذا مواطن ضحية ابتزاز شكا، قدم شكوى، ومن بعد التحريات القضائية والضبطية القضائية والتحريات وصلت لهذا النتيجة، لهذه الاستنتاجات اللي كانوا مذكورين في البي في البروسي فيربال تاع الضحية. قال لهم وبعد مدة قصيرة، يعني بعد ما هضرت معه في الفيسبوك ومن بعد داتو الواتساب ومن بعد صرا اللي صرا، بعد مدة قصيرة أرسلت له مقطع فيديو يظهر فيه عاريا تماما، عاريا لأنه هو ديجا عرى روحه، يعني يظهر فيه عاريا تماما وهو في حديث مع شخص ذكر. قلت لكم بدلت لي فوناتخ، يعني بين هو كان يهضر مع امرأة على اساس انه هي امرأة، ومن بعد هي في المونتاج كنت عارفوا قلبت رجعت باللي هذا السيد كان يهضر مع رجل ذكر عاري يقوم بحركات طيط، فعرف انه تمت فبركة الفيديو ليظهر على انه اكو تعرفوا. وطلب منه صاحب الحساب مبلغ 200 أورو مقابل عدم نشر الفيديو، وذلك عبر حساب بصيرة، وقام بذلك بقيمة 4 ملايين ونص. خلص 4 ملايين ونص باش ما يخرجولوش الفيديو. هذا الضحية. بعدها يعني بعد ما السيد خاف من الفضيحة بعت المبلغ تاع 4 ملايين وزيادة. مرة أخرى تواصل معه نفس الشخص عبر الواتساب وأخبره أن الفيديو موجود لدى فتاة أخرى وعليه بدفع مبلغ مالي بالعملة الصعبة وإلا تقوم بابتزازه. المبتز الإنسان كيكون يبتز فيكم، وكاين ضحايا بزاف تاع الابتزاز، مع الأول قالوا له تعطينا 200 أورو ما نخرجوش الفيديو، هو برسها بالدينار، ومن بعد باسكو المبتز غير تعطي له كان 10,000. المبتز مع الأول يدوموندي منكم مبلغ صغير، يقيس الحمى، يتستي الحمى، يطلب منكم مبلغ صغير. انت اون فوا تغلط، علاش الانسان اللي يبتزوه اللي يتعرض لاي انواع الابتزاز كسوا هو دارو ولا ما داروش، الا تعرض للابتزاز ديريكتومون تروحوا تبلغوا مصالح الشرطه مصالح الامن، باسكو بمجرد انه تعطوا له لو كان 10,000 سيد خلاص ما يطلقكمش. كيما هذا الضحيه بعد ما خلص 4 ملايين ونص عاود هذا السيد عاود عيط له مره واحده اخرى، هذا يانيس عاود بعث له بالحساب الواتساب وقال له يا ودي دوكا لازم تفرسي لي بالاورو ولا ننشر لك الفيديو تاعك. وكنت تعرفوا الخوف من الفضيحه اكبر من الفضيحه. الانسان كي تكون عنده فضيحه الخوف منها انه الناس، انه ولاده يسمعوا، خياته يسمعوا، جيرانه يسمعوا، الناس يسمعوا. الخوف من الفضيحه هو اللي يخلي الناس يديروا اشياء رهيبه، لانه الخوف من الفضيحه مرات اكبر من الفضيحه. وعليه بدفع مبلغ مالي بالعملة الصعبة وإلا تقوم بنشر الفيديو. بعد تحري عناصر مكافحة الجرائم الإلكترونية تبين أن مستعمل الأرقام الهاتفية هو هذا يانيس. يعني القضايا اللي هما بزاف اللي كان متابع فيهم السيد بنية ياسين
وياسين للاسف ياسين غدوه راح يوقف في المحكمه تاع بومرداس. بليتو فيصل. السيد فيصل مسكين ومتابع بقضايا بزاف، وفيصل كابابل يدخل للحبس لانه يعني صدر في حقه احكام قضائيه بالسجن. في بيس هو مسكين راح شراها برك، يعني شراها بلاصها في المودام، ما مشاتش عاود رجع دوك نكملوا في التفاصيل. بعد التحري تبين بهذا الاخير تبين ان مستعمل الارقام الهاتفيه هو هذا يانيس، وبالنية فيصل المقيم ببلدية مازونة بغليزان، غير أنه وبعد التحري فإن هذا الأخير مع إنكاره الأفعال المنسوبة إليه تبين أن حساب الواتساب، هنا مربط الفرس، حساب الواتساب اللي كان يبتز في الناس اللي كاين شكاوي بزاف، حساب الواتساب تفتح قبل ما بالنية فيصل يشري لابوس. دوكا كاين، أنا هضرت مع واحد الضحايا بمجهود شخصي، لحقت لبعض الضحايا اللي تعرضوا لعملية الابتزاز. كاين واحد فيهم قلت له قبل ما تفوت البرنامج، قبل ما نجيب فيصل، تواصلت انا مع الضحايا، قلت له راح نسمع لك الصوت تاع انسان راح يجوز معي في البرنامج على اساس انه ضحيه. قلت له قول لي اذا عرفت الصوت هذا، الى الصوت هذا هو اللي كان يدير لك في الابتزاز. سمعت له الصوت تاع فيصل، سمعه، قال لي ماشي هو، قال لي اللي كان يبتز فيا اللهجه تاعو من منطقه اخرى، قال لي ماشي فيصل. قال لي وهذا السيد اللي كان يمارس في الابتزاز يعني سب هذا الضحيه، وهذا الضحيه راح ديريكت مشكبه عند لابوليس، والكوميسار تاع هذيك البلاصه ما نقدرش نقول لكم البلاصه وين، لانه السيد قال لي ما تهضرش ما تقولش، لانه السيد ما كان له نقولوا له. فبرك له فيديو ثاني وابتزوا وسبوا وطيح له بالكلام العيب، وطيح حتى الكوميسار دو بوليس اللي هضر معاه ثاني في التليفون في اطار الشكوى اللي كان قدمها. دونك كيسمع فيصل قال لي ماشي فيصل. دوكا كاين احتمال انه اسكو فيصل يعرف هذا السيد، اسكو هما متفاهمين، زعما هذا قال له انا نشري بيس ومن بعد كنت هكو في روحك لعبها باللي شغل شريتها برك هكذاك. فيصل ما يعرفش هذا السيد، ما عندوش علاقه بهذا السيد. انا كنت سقسيتك هذا السؤال. فيصل كاين واحد قال لي باللي ممكن فيصل هو شريك في هذه الجرائم. لا خاطي. داكور، انت كيفاش تريبوندي عليه؟ لا خاطي، انا ما عندي حتى علاقه مع هذا السيد، انا روح شريتها مع عند لا ديريكسيون، ما شريتهاش مع عند واحد من برا، انا شريتها مع عند لا ديريكسيون، هي طلعت باسمي عاشت متابعه قضائيه. انا ما عندي حتى دخل. الكيوسك كنا نهضروا عليه. كاين ثاني فيصل حكى لكم، هو فيصل دوكا كل انسان كيفاش يهضر، كاين اللي يعرف يهضر، كاين اللي تتلف له الهضره، كاين اللي ما يعرفش يفهمكم باللي كيفاش تلعبت له، كيفاش هو ضحيه. فيصل كان حكى في البرنامج على السيد اللي شرى من عنده لابيس، الكيوسك هذاك اللي قال له هذه لابيس تاع لا كونيكسيون ما نعطيلكش فيها فاكتور. هذا الكيوسك علاش غلق؟ قول لي فيصل علاش غلق؟ ما طلبتها الفاكتور، قلت له عطيني فاكتور، ما باش يعطيني الفاكتور. هي قال لي قلت له عطيهاني، قلت له باسكو تي عندك لاغريمون، كيف ما تعطينيش لا فاكتور؟ قال لي راك باغي لا فاكتور راه جيبها من شراكه. قال لي من من الجي جيبها من شراكه. قلت له انا قلت له شريت من عندك انت. قلت له واش دخل الشراكه؟ قلت له شريتها من عندك انت. قلت له انا نرفع لك دعوه قضائيه. قلت له انا فاني نحوس نحمي روحي. قلت له انت راك مجرجرني. قلت له انا عشت متابع في عده ولايات من الوطن. قلت له درتني مشكل كبير. ايام بعد قال لي نعطيك الفاتوره سكيمي. تحسب نشري عليه في الغبره وانا ما نعرفش نشري من عنده. نعطي لك فيها سكيمي طاهاني، هو مسيني فيها اصلا، انا ما سينيش في الفاتوره، هو اللي سيني فيها، هو اللي مسيني فيها. داكور، هاي عندنا لا فاكتور. هو قال لكم فيصل بلي هو مسكين شرا لابيس حتى لقى روحو متابع في هذه القضايا. شوفوا وين راهو فيصل متابع في القضايا، متابع في بير مراد رايس، متابع في ولايه تسمسيلت، متابع في دائره الرجان بتسمسيلت، متابع في ولايه الوادي، كاع قضايا ابتزاز، متابع في ولاد جلال، متابع في معسكر، متابع في محكمه بير مراد رايس قضيه اخرى، متابع في تبقرت قضيه اخرى ثانيت، ومتابع ثانيت في قضايا واحده اخرين. وفيصل شغل الطريقه باش يثبت بها فيصل براءته هي وسائل تقنيه، يعني معناتها لازم يبينوا هذا الواتساب وين تحل، لوكاليزاسيون تاع الواتساب وين تحل وكيفاش كانت تتم عمليه الابتزاز. وكاين ضحايا حكاوا مع هذا المبتز بالهاتف، هضروا معه بالهاتف، يعني كي يسمعوا فيصل يعرفوا باللي ماشي هو اللي كان يبتز فيهم، ماشي فيصل اللي كان يبتز فيهم. الى راكم شاف ما تعيطوليش الله يستركم باش نقدر نكمل نشرح القضيه تاع فيصل. فيصل في الحلقه اللي حكى فيها على الشيء اللي صار له، حكى على واحد المحامي
محامي احنا ما ذكرناش الاسم تاعو، ثاني كانت عنده علاقه مع هذا السيد المبتز يعني، وكان ضحيه من ضحايا الابتزاز. يعيط لي المحامي نهار المحاكاه بليتو كيف فاتت البرنامج، عيط لي المحامي، يسمح لي المحامي واش راح نقول، بصح شغل لمصلحه السيد لازم نقول. المحامي قال لي يوسف نحي الحلقه من اليوتيوب، قال لي انا هو المحامي اللي تعرضت لعمليه النصب والابتزاز. انا استعجبت انه المحامي يقول لي نحي الحلقه، واستعجبت اكثر انه قال لي انه ماشي فيصل اللي كان يبتز فيا، داكور ماشي فيصل اللي كان يبتز فيك، وانت محامي رجل قانون، علاش نحو الحلقه من البرنامج؟ واش كانت السبه تاع المحامي؟ المحامي قال لي انا مانيش حاب نولي سيره بين ألسن المحامين يعني تم في بومرداس، مانيش حاب يعرفوا باللي انا هو المعني بالقضيه، انا الابتزاز. انا قلت له بصح انت شغل انت ضحيه يعني، وانت رجل قانون يعني، انت وقعت ضحيه عمل ابتزاز، ما كان له تخاف يعني، ولا السيد بريء خليه يبين البراءه تاعو. هذه هي الفرصه الوحيده انه يتوجه للراي العام فيصل، يتوجه لوزير العدل باللي ماشي هو اللي كان يبتز في الناس، خلي السيد يدافع على قضيته. هو قال لي انه خلي العداله تاخذ مجراها. انني معاك، خلي العداله تاخذ مجراها. احنا ما عندناش مشكل في العداله، احنا عندنا مشكل في المعلومات المضلله للعداله. دونك العداله كجهاز، العداله ما سي با اون كونسيونس يعني، ما راهيش كيفاش يقولوا العداله. دونك انت كي تمد معلومات خاطئه للعداله ومن بعد كيصدر حكم ضد فيصل، ما تقدرش تقول بلي العداله اخذت مجراها. وانت محامي يعني، انت راك تعرف خير مني، تعرف خير من فيصل، تعرف خير منا كامل، لانه انت رجل قانون. على بالك بلي المعلومات اذا كانوا اصلا تضليل العداله جريمه، هذا وحده جريمه. انت على بالك بلي ماشي فيصل اللي كان يبتز فيك، بصح تخلي انه ما اعترضتش على حكم السجن 5 سنوات. السيد حكموا عليه 5 سنوات السجن، وشحال غرامه؟ 100 مليون. 100 مليون غرامه. شحال تخلص فيصل؟ نخلص انا 400. تروح مع الكريه، تروح مع المصروف هذا 400 ربيت تفضل راسك بها بالكريه. السيد حكموا عليه 100 مليون و5 سنوات السجن في قضيه ابتزاز، وانت شغل تعيط للاعلام، تعيط للصحفي، تقول له نحي الحلقه من اليوتيوب فقط لانه ماكش حاب يهضروا عليك. مش حيهضروا عليك، واش حيقولوا عليك؟ انت ضحيه تاع ابتزاز. اذا كان المحامي يدير هذه الممارسات، شغل هذا الامر غريب عجيب. انت تلاقيت مع هذا المحامي؟ تلاقيت معه، هضرت معه انا وعمي، حكينا معه وكاع. فهم قال لي سهله، ومن بعد قال لي خلي العداله تاخذ مجراها. خلي العداله تاخذ مجراها. دوك انا محامي، انا مانيش محامي بصح انا محامي، بتزني انسان ومن بعد نلقى فيصل بلي هو اللي راهو يخلص 5 سنوات سجن، ما نعترضش على القانون. اين هي العداله؟ الا انت رجل قانون مع احترامنا لك، اين هي العداله؟ انت راك تشوف بلي السيد راهو مجرجر يعني، السيد راهو مجرجر بمعنى الكلمه، لانه فيصل لو كان جا ما عنديش انا يا دراهم اصلا، ما عنديش بان نتحرك انا، حتى راني تلب راني نتحرك، ما عنديش بان نتحرك، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني ما نقولوش هذه الهضره يعني بصح بلا ما تحشم يعني. انت باش تجي عندنا احنا نخلصوا لك باش تجي، ونخلصوا لك باش تروح. لا انا حتى نسلب راني نجي، حتى تسلب باش تجي. كي جيت عندنا البرنامج حنا اللي انتوما اللي خلصنا لك، عاونتوني كثر خير. سيد باش يتحرك من غليزان من مازونه الجي ما يقدرش لانه ما عندوش دراهم. فما بالك انه في قضيه واحده برك محكوم عليه ب5 سنوات سجن و100 مليون غرامه. يعني شغل هذا الشيء ما يرضاش به انسان عادي. وفوق هذا الشيء صراو تعقيدات بعد الحلقه مع المحامي تاعو. علاش راني حاب هذه القضيه تاعو توصل الى وزير العدل، توصل الى رئيس المحكمه تاع بومرداس، والى كل رؤساء المحاكم اللي عندهم القضايا تاع فيصل. واش قال لك المحامي بعد الحلقه؟ ما عجبوش الحال المحامي، ما عجبوش الحال، نكلفهم ما عجبوش الحال. قال لي نهار الاول نوقف معك حتى الله، من بعد دار عليا قال لي ما نوقفش معك. يتسمى انت راك دوكا نون سيلمون بدون محامي وما عندكش باش دير محامي. ما عنديش باش ندير محامي. وفي المساعده القضائيه ما نش عارف انا اسكو راح يقدروا يرافعوا عليه بالطريقه الصحيحه باش يبينوا بلي فيصل لا علاقه له بالموضوع. كاين واحد الباراغراف مهم جدا في الحكم تاع عين دفله تاع يانيس. هذا شوفوا واش يقولوا على لابوس. بعد التحريات التقنية تبين أن الرقم الذي كان يبتز في الناس هو، إن شاء الله إذا كانوا كاينين الناس تعرضوا للابتزاز من هذا الرقم يبعثوا لي ولا يبعثوا لمصالح الأمن وشغل
كونوا مهنيين اذا كنتوا ضحايا تاع الابتزاز تاع هذا الرقم، كونوا مهنيين باللي شغل القانون راح يجيب لكم حقكم والعداله تجيب لكم حقكم بدون ما يعرفوا معارفكم، بدون ما يعني فستر، بلا ما تصرا، بلا ما تخافوا، باسكو الناس يخافوا من الناس واش يهضروا عليهم، ما يخافوش انهم يشكيو. الرقم هو 0554 63 26 62. شوفوا هاد لابيس واش يقولوا التحريات التقنيه. لم تسجل بشأنها أي طلب غلق على مستوى وكالة أريدو، وأن هذا يانيس هو المتورط في القضية، خاصة بعد التوقف المفاجئ عن الخدمة مباشرة بعد استدعائه من طرف الضبطية القضائية. يعني هذا يانيس اللي كان يخدم بالكونت واتساب، الكونت واتساب هذاك توقف عن الخدمة نهائيا، غير عيطولو الضبطية القضائية. هو قال لهم باللي تبحرت لي لابوس وما كانش عندي الوقت نديكلاري بها، وهما ما خداوش بعين الاعتبار اطلاقا هذه التصريحات. شرحت لك لابوس ما ديكلاريتش بها، دوك انا عندي بوس نهضر بها، نمشي بها، نكونيكتي بها، ولا تبحرت لي لابوس نروح نريكوبيريها، ولا ما ريكوبيريتاش نديكلاري بها ديكلاراسيون دو بيرت، باسكو لي بوس راهم يديروا بهم بزاف كوارث. كاين ثاني واحد الاستجواب داروه عند أوريدو، لانه أوريدو لما اول مره مدوا المعلومات على لابوس مدوا على اساس انه بالنيه فيصل هو اللي مسجله باسمه لابوس، لانه فيصل شراها من عند هذاك الكيوسك وكتبها باسمه، ولكن ما قالوش هذا النيميرو عند من كان. يا اخي حنا دائما كنعيطوا في التليفونات، كاين اللي يبدل لابوس يشري بيس واحد اخرى تروح عند انسان واحد اخر. علاش في تاع أوريدو علاش ما قالوش اللي كانت عندهم لابيس هذه من قبل؟ علاش هضروا غير على فيصل؟ ممكن يكون هما ما جاش في بالهم انه يمدوا ليستوريك تاع الملاك تاع هاد لابيس قبل فيصل، يعني قبل فيصل، قبل يانيس واللي قبله. علاش مذكور فقط فيصل؟ هذا سؤال. ذاكرين ثاني هنايا باللي كاتبين باللي الشريحه مسجله باسم بالنيه فيصل المولود بتاريخ كذا وكذا وكذا وكذا، وفي في 6 فيفري 2022 انت شريتها في 6 فيفري 2022. ومن بعد توقفت لابيس في 1 مارس 2022. ومن بعد la SIM a été désactivée automatiquement désactivée le 15/10/2020. والقضايا اللي راهو متهم بها فيصل قبل تاريخ الشراء وبعد، قبل ما تشريها انت كانوا كاينين قضايا، ومن بعد ما ديزاكتيفات كانوا مازال كاين قضايا، لانه باسكو كان كتب بها واتساب على حسب انا وكيل الجمهوريه قال لي تقدر يقعد تمشي واتساب. داكور. انت قلت قلت في الحلقه، انا كنت قلت لك ما تقولش هذه الهضره لانه ممكن تضرك. تهضر عليها درك الهضره هذيك لا كيما تحب، يعني شغل تحب تهضر عليها شنو انا نقول لك فاش تهضر بلا ما تغلط. انت حسيت باللي شغل القضيه تاعك في محكمه بومرداس ما خداوش فيها الوقت اللازم، ما بينوش القرائن تاع البراءه تاعك، كانوا حابين شغل كيفاش نقولوا، باسكو ما انا بالك نتحاسب على الهضره ماش حاب نغلط. انت كنت حاس باللي كي وقفت في المحكمه ما قدرتش، ايوه فوالا، ما قدرتش تقول للقاضيه باللي انت بريء، كنت حاس باللي شغل انت المتهم، يعني شغلك متهم قبل المحاكمه، تهموني قبل المحاكمه. داكور. سيد تفهمها تقول لها واش كاين للقضيه. القضيه اكيد انه هاي تمشي بالقانون تاع الجزائر، ما خلاتنيش نهضر. داكور. دوك انت غدوه كي توقف معاها ممكن جدا انه دير لك الاذاعه، صح؟ اهدر معها بالك القضيه دوك راهي باش يلحقها اللايف هذا. سيدتي الرئيسه، انا خاطيني هذه المشاكل اصلا. فيصل انا نحاول نبرأ روحي من هذه المشاكل. فيصل هذا المشكل كان عندنا من في الحلقه. دوك انت ماشي سي با نورمال كل سؤال نسقسيه لك تقول لي انا خاطيني. لازم تفهم، لازم تفسر. انت كي توقف عند القضيه تقول لها خاطيني، او اللي قتل يقول لها خاطيني. اهضر على لي بوين باينين بلي انا فوالا شريت لابوس تاع الدات، انا ما خدمتش بها، انا شريتها، انا اصلا ما ركبتهاش في الهاتف تاعي، ركبتها في المودام، ما لقيتش فيها الانترنت، روحت بلعتها. من بعد انا كي بلعتها ولا ديجا اصلا شريحه راه عند الشرطه تاع معسكر.
داكور صح. كيفاش فيصل كيفاش نبينوا بلي انت بريء؟ انا بريء، انا خاطيني. ايه بالي بلي انت خاطيك على بالي، بصح كيفاش باش لازم تقول هكا، لازم تقول بلي باش تعرفوا بلي انا بريء لازم تجبدوا الواتساب وين كان مفتوح. نجبدوا الواتساب اللي مهدد لي الغاشي، نفس الواتساب اللي قاعد يخدم هو نفسه، واللي هو اسمه سيلياس سيمالي نفسه. هذه سي. ايوه باسكو كاع ضحايا هذو الضحايا بنفس الواتساب. نفس الواتساب اللي قاعد يهدد به الغاشي. طيب بنفس الواتساب وبنفس الرقم وبنفس الاسلوب تاع هذا الابتزاز كيفاش يدير؟ نفس الاعتداد ونفس الواتساب ونفس الابتزاز نفسه. ويقول للناس على اساس انه هو فتاة مغربية، ومن بعد يتمادى في الحديث مع اللي يكون يهضر معاه، ومن بعد يحلوا لاكام يصرى واش يصرى، ومن بعد لي فونات تاع لاكام يتبدلوا، يقعد الانسان الضحية ويزيدوا له من الفوق رجل في اوضاع غير معقولة، ومن بعد يقولوا له تبدا تبعث لنا دراهم ولا ننشروا الفيديو. وكاين بزاف ناس، لانه انا كيف بمجهود شخصي زدت هضرت مع ضحايا واحد اخرين، كاين ضحايا اللي صح ما حبوش يبعثوا دراهم وبعثوا هذوك الفيديوهات لكاع فاميلته لكاع معارفه لكاع صحابه لكاع حومته يعني. والسيد هذاك اللي هضرت معاه قال لي يوسف انا كنت كابابل نموت، قال لي انا قال لي ممكن نسمح لاي انسان في حياتي الا هذاك الانسان المبتز اللي دار لي هذيك الفضيحه ما نسمحلوش، قال لي لانه كنت كابابل نموت. وهما المبتزين يستغلوا هذا الشيء جوستومو، يستغلوا الخوف الناس من الفضيحه. ودوك طاحوا في ما باليش انا فيصل بمعجزه وصل عندنا للشروق. مي شحال من ضحيه راهو كاين، شحال من ضحيه راهو للدوك مازالوا يبعث في الدراهم للمبتز هذا، شحال من ضحيه بالك احنا نسمعوا من داك. علاش المبتزين ما لازمش نتساهلوا معاهم؟ لانه اللي يديروا الابتزاز هذا كاين اللي يقتلوا روحهم. احنا نسمعوا حالات تلقى انسان لاباس به ولا انسانه لاباس بها يسمعوا بها بين ليله وضحاها شنق روحه ولا شنقت روحها. بالك كاين خلف الانتحار هذا كاين هذا مبتز يصوروا ولا يصورها في فيديو، يفبرك له فيديو. والموضوع فبركه الفيديوهات ما تقدرش مين تدافع على، مين تثبت باللي هذا الشيء غير صحيح الا تقنيا. ما تهضر اصلا، ما يخلوكش مين تهضر، وما تقدرش تثبت باللي انت بريء من هذه العفسه. صح لا شغل القانون ولا الوسائل التقنيه باينه. شغل الواتساب اللي كان يبتز فيه هذا السيد يانيس اللي كان عنده حكم غيابي ما حضرش، عنده حكم غيابي بالسجن. هذا يانيس كان يبتز في الناس بطريقه شغل شيطانيه، شغل يطيح على الناس زواوله. انا كي قلت لكم هضرت مع السيد اللي هضرت معاه ساكن في ولايه بعيده وفي مكان منعزل، ما يعرف والو، يعرف مسكين غير يكونيكتي دار فيديو. دوك غلطوا ماشي غلطوا، هذا ماشي مبرر، بصح شغل السيد ما صح ما يعرفش كيفاش يخرج نفسه من هذه الورطه. والمبتزين لا يجب التساهل معهم، هذو اللي فبركوا فيديوهات للناس لا يجب التساهل معهم، لان الناس كاين اللي يحبس قلبه، كاين اللي قتل روحه، كاين ديار تخربوا، كاين باسكو ما قدرش يبعث الدراهم، وباسكو المبتز ما عنده لا رحمه ولا شفقه. المبتز كيكون يبعث لك في الفيديو تاعك لفاميلتك ولا لاصحابك ولا يديرهم في لي سيت ولا ما عارف، ما عنده لا رحمه لا شفقه. ما على بالوش باللي الفيديو هذا يقعد جيل بعد جيل، معناتها دمار شامل. فيصل واش راك حاب تقول؟ نحاول روحي يعني نحاول انا خاصني براءتي براءتي. انت غدوه راح توقف في محكمه تاع بومرداس، ما عندكش مين محامي؟ ما عنديش محامي يمكن يكون ما باش يحضر يعني ما نروحش. طيب نعاودوا برك نديروا مختصر على القضيه باش الناس كي يشوفوا اللايف ولا كي يعاودوا يفهموا. فيصل انت فت في البرنامج على اساس انه انت متهم بعده قضايا تاع ابتزاز ناس وفبركه فيديوهات مخله بالحياه، وانت شريت بيس فقط من انا شريت بيس فقط، عشيت متابعه، هي طلعت باسمي عشيت متابعه قضائيه. طيب النقاط المبهمه في هذه القضيه انه فيصل فعلا لا بيس ما بلاصاهاش في الهاتف، بلاصاها في مودام، ومن بعد رجعها لمول الكيوسك. قلتو ما قلتش في الانترنت، قلتو بلعها قال لي روح راهي نبلعها غير بالكم، حتى ولا يجي لي كونفوكاسيون كل خطره كونفوكاسيون كل خطره كونفوكاسيون، وهي تقريبا 50 ولايه. النقاط المبهمه في قضيه فيصل هو وعلاش لا بيس، وعلاش الكيوسك اللي باع له لا بيس، وعلاش غلق الكيوسك. أليس هذا امر مشبوه انه الكيوسك اللي باع له ورطوا لانه ما عطالوش لا بيس؟ علاش غلق بعد القضيه تاع فيصل واختفى السيد هذا، اختفى نهائيا. فيصل هو داير واحد الشكوى لوكيل الجمهوريه، راهو كاتب شكوى لوكيل الجمهوريه تاع امازونا
راهو يقول له أنني متابع من طرف عدة محاكم على مستوى التراب الوطني بتهمة جنحة المساس بحرمة الأشخاص والسب والشتم والتشهير والقذف. راهو يقول فيصل حيث وراء كل هذه المتابعات الجزائية هو السيد طيط طيط صاحب الكيوسك الذي كان يعلم أن شريحة الأوريدو فيها مشاكل وقام ببيعها لي حتى لحقت بي كل هذه المعاناة، والتي بموجبها امتنع عن تقديم فاتورة يوم شرائها. لو كان السيد يا سيدي كاينه فرضية أنه فيصل عنده علاقة مع السيد اللي راهو يبتز في الناس، فرضا أنه المبتز هذا عنده شريك. علاش انا نشك في فيصل وما نشكش في اللي باع له لابيس اللي عطاها له؟ عطا له لابيس شغل تاعك شغل هاك قنبله موقوته وانت حصل بها دوك يكتبوها على اسمك. لو كان جا الامر قانوني، انا لو كان نشك في صاحب الكيوسك، لانه صاحب الكيوسك هو ثاني عنده اون زون دومبر، منطقه مظلمه مبهمه في القضيه هذه. علاش غلق مور ما باع له لابيس؟ وعلاش باع له لابيس بلا كيوسك؟ واللي بيعوا لي بيس في كاع الجزائر ils sont formés معناتها باش يعطوا له اعتماد نقاط البيع على باله الاجراءات القانونيه، ومستحيل يخترق الاجراءات القانونيه كي بيع لي بيس. علاش باع له لابيس لفيصل؟ جو بونس انا باسكو شاف فيصل يقول لك السيد ما يعرفش يهضر، السيد ما يعرفش، ماشي ما يعرفش يهضر بمعنى ما يعرفش يهضر، نيه. وي طالب فتح تحقيق تكميلي. حقا هضرنا عليها في الحصه. راه فيصل او طلب بفتح تحقيق تكميلي من بور لوكاليزي لو كونت واتساب، بور لوكاليزي لو كونت واتساب. حنا بعد الحلقه عيطوا لنا بزاف خبراء في لي بيوس، هضرنا مع بزاف ناس مختصين، قالوا لنا باللي سي فري سي ديفيسيل باش تلقى الواتساب هذا وراه يمشي، بصح تقدر تلحق الواتساب هذا وقتاش وين يعني كامل عمليات الابتزاز كيفاش تم الابتزاز تاعهم. بصح الا كان فيصل في مواجهه نقابه محامين ومحامي على باله باللي فيصل بريء، بصح يقول لك انا شغل ما نكسرش راسي، ويزيد يقول لنا نحوا الحلقه من اليوتيوب، هذا الشيء غريب جدا، وهذا الشيء لا يخدم دوله قانون. دوك احنا في الجزائر احنا دوله قانون، احنا نحترموا القانون، احنا نقدروا القانون، احنا نسعى لان ياخذ القانون مجراه. بصح رانا عندنا مواطن زوالي بسيط محدود التعليم، السيد ماهوش قادر يبين للناس كيفاش هو بريء من هذا لابيس. في المقابل انه يجي محامي فقط يقول لك انا ما لا فيصل واش قال في الحلقه وانا قلت له ما تقولش، عنده الحق يقول لك نحي الحلقه من اليوتيوب. مانيش حاب نولي سيره على ألسن المحامين. وعلاش المحامين جو بونس كو المحامين في المحكمه تاع بومرداس يشوفوا برك الحصه يعرفوا بالقضيه تاع الابتزاز؟ يا اخي القضيه تاع الابتزاز معروفه وانت ضحيه، والضحيه ما يخافش، يكون ضحيه اي شيء كان ما يخافش. وهذه الفرصه الوحيده انه فيصل يبين باللي هو بريء. خلي السيد يبين باللي هو بريء، خليه يهضر للناس. بالك وزير العدل راهو يتفرج، بالك رئيس المحكمه راهو يتفرج، بالك وكيل الجمهوريه راهو يتفرج، بالك كاين حاجه باش تسلك بها المواطن، لانه العداله تتحقق لما الانسان المبتز هو اللي يحكموه، ماشي انه فيصل يروح في جره الانسان المبتز. هذا هو هكا العداله، والعداله تتحقق بمعلومات صحيحه ماشي بتضليل العداله. هات برك جوز برك شغل جا فيصل في اللعب شرا لابيس، خلاص اريدوا قالوا بلي فيصل هو لابيس مكتوبه باسمه، خلاص هو المبتز. هو ممكن لا هو العداء كيفاش يقولوا ما باليش كيفاش يقولوا، يعني حاب نقول بلي شغل في العداله الناس يفكروا احسن منا، يخموا احسن منا، عندهم حس التحقيق. كاش ما كان نقطه مازال ما قلناها فيصل. نقول حسبي الله ونعم الوكيل. انا معليش كاين نقاط اخرى ما قلناهمش. هضرنا على لا فاكتور، على الكيوسك، هضرنا على المحامي اللي قال لنا نحو الحلقه، حكينا على لي دات تاع لا فاكتور، حكينا على الشكوى، وحكينا على الحكم القضائي. هذا الحكم القضائي كي سجلنا الحلقه ما كانش عندنا، فاحنا عاود نفكركم بالاسلوب لعل باش ما يطيحوش فيه ناس واحد اخرين، انه هذا السيد الضحايا تاع هذا المبتز يتلقون رسالة قصد التعارف من فتاة تدعي أنها مغربية، تطلب منهم نقل المحادثات عبر الواتساب، تسلمهم رقمها الهاتفي، فتتواصل معهم وتطلب منهم فتح الكاميرا، فيتفاجؤون بامرأة تتحدث معهم وهي عارية، وتطلب منهم نزع ملابسهم، وبعد ذلك يقومون بالتواصل معها، وبعد مدة قصيرة تعيد فبركة الفيديوهات وترسل الفيديوهات إلى الأشخاص الذين كانوا يتحدثون معها.
وتقول لهم دوكا كو طحتوا في البياج يا تخلصوا يا الفضيحه. لا حسبي الله ونعم الوكيل. ان شاء الله اللايف تاع فيصل يوصل الى وزير العدل، ان شاء الله في محكمه بودواو. احنا دائما عندنا احترام للمحامين للقضاة، لانه عبالنا الضغط عليهم بزاف، على بالنا القضايا بزاف، على بالنا باللي مساكن المحامين ماشي سهل يلحقوا، لانه اي محامي يخدم بزاف ويعيا بزاف، يوقف بزاف، الضغط بزاف، اسئله المواطنين بزاف، على بالنا بلي هذا الشيء. بس على بالنا بلي تاني الظلم كاين والحقره كاين والاستهتار كاين. الاستهتار كاين وواضح وموجود، فما تخلوش الاستهتار، ما تخلوش الحب، ما تخلوش المواطن هذا يتحقر 3 مرات في القضايا هادو، لانه هو ما عندوش علاقه بالقضيه. والسلام عليكم. سي بون. بارك الله فيك. صحه. شاطر بحالين اخو.